يقول له طبعا لا. فبيقول له الظلام ماشي، لو انت عاوز تفضل طول حياتك خايف انا ما عنديش مشكله. وبعد تفكير طويل بيوافق اوراين في الاخر، وبيسلموا على بعض علشان الموضوع يبقى رسمي. فبياخدوه ويطير. وبينتقل بينا المشهد لأب بيحكي لبنته الحكايه دي، وبنعرف ان الاب ده هو اوراين، وبتقول له بنته الكلام ده مش حقيقي، الظلام ده اساسا لا شيء. فبيسيبها وبيكون ماشي، ولكن بتقول له استنى ممكن تكمل الحكايه. فبيكمل لها الحكايه، وبنرجع تاني لاوراين وهو صغير، وبيكون خايف جدا من اللي بيحصل. وبيبدا الظلام شغله، وبيقول له اوراين من غيري كنت هتفضلوا صاحيين على طول. وبيكمل الظلام وبيقول له شفت الموضوع مذهل ازاي، وبياخده للمحيط وبيقول له حط ايدك في الميه، احساس تاني خالص. فبيقول له علشان القرش يجي ياكلها. وبيكملوا طريقهم، وبيشوف الظلام اوراين وهو مغمض عينيه. فبيقول له افتح عينيك هيفوتك كتير. فبيقول له انا عاوز يفوتني، وبالغلط بيقع، ولكن الظلام بيلحقه. وبيكون اوراين ساعتها خايف جدا، وبيقول له انا كنت هموت روحني دلوقتي، ولكن الظلام بيهديه وبياخده وبيمشي. في الوقت ده بنشوف الضوء وهو مبسوط جدا بوظيفته. وبنرجع